المغرب يتوج بجائزة أفضل منتخب وطني في القارة السمراء. نظم اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا يوم أمس السبت بالقاهرة حفلاً تم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية أفريقية، وعرف الحدث تتويج المنتخب المغربي بجائزة أفضل منتخب وطني لكرة القدم بالقارة الأفريقية نظير إنجازه التاريخي غير المسبوق في مونديال قطر 2022. وتسلم الجائزة التي قدمها وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حمزة الحجوب. وتوج بجوائز الأوكسا كل من وزارة الشباب والرياضة المصرية كأفضل خدمة للرياضة الأفريقية، والليبيري جورج ويا كنجم نجوم كرة القدم الأفريقية العالمية. وتوجت السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل شخصية رياضية نسائية في إفريقيا، والجنوب أفريقي سام رام سامي رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة كأفضل إدارة رياضية في القارة. ومنحت جائزة أفضل نادي أفريقي للأهلي المصري، وأفضل اتحاد أفريقي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وأفضل رياضي أفريقي للسنغال ساديو ماني، وأفضل رياضية إفريقية للتونسية أونس جابر.